الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجه حلوه. صباحكم معطر بذكر الرحمن. النهارده بقى يا ولاد جايه لكم بوصفه جديده، اول مره اعملها على القناه واول مره اعملها في حياتي. تمام. الاكله دي بقى ايه؟ تحسبوها فلسطينيه، تحسبوها سوريه، تحسبوها اردنيه، زي ما انتوا عايزين تحسبوها. ولبنانيه. زي ما انتوا عايزين تحسبوها. فانا النهارده اول مره اعمل الوصفه ديت. النهارده شجعوني بقى عشان اعمل لكم وصفات حلوه حبايب قلبي. النهارده هعمل لكم ايه يا زاهيه؟ هتعملي ايه ازاي؟ حذروا فزروا كده. هعمل لكم ايه؟ هعمل لهم ايه؟ خليها مفاجاه. خليها مفاجاه. حذروا فزروا. مش مفاجاه قوي يعني، بس احنا معانا الفراخ اهي. طبعا الفراخ طازه زي الفل، يعني ايه لسه طازه ما كانتش في الثلاجه. تمام. نقعناها في ميه وملح ودقيق وليمون اهو، وجبت الفراخ زي العسل. هغسل الفراخ واقطعها وارجع لكم بسرعه على ما تحطوا اللايك وتصلوا على النبي في التعليقات كده، وتشوفوا كده الدنيا فيها ايه، وتقولوا لي في اول الفيديو كده انا هعمل لكم ايه النهارده. وصفه اول مره اعملها والله العظيم، بس انا شفتها وعجبتني ولقيتها سهله وبسيطه خالص وشكلها حلو، قلت اجربها النهارده مع متابعيني، وكمان اجربها لينا النهارده ونشوف هيبقى الطعم مش يبقى شكله عامل ازاي. بس اكيد والله الطعم بتاعها يبقى زي العسل، لان بصراحه كان شكلها تحفه 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 بجد والله. هنا بغسل الفراخ كويس قوي قوي قوي. هنغسل الفراخ كده حبايب قلبي واخليها زي العسل، ونرجع تاني لان هي بتبقى تاخد معانا وقت شويه وفيها خطوات كتير، بس النتيجه ان شاء الله هتعجبكم. حبايب قلبي هنتبل الفراخ. طبعا سالي قالت انا اللي هتبلها يا ماما. ايوه. خدي بقى يا عسل، شوفي هتحطي ايه بقى. حط بقى كل البهارات دي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بقى ايه؟ 7 بهارات. حط معلقه صغيره صح ولا كبيره؟ لا صغيره، معلقه مش ما تملهاش قوي كده. ايوه حلوه كده ماشي. ادي خلصنا منها. دي ال7 بهارات. وديت دي دي بصل باودر. برضه معلقه صغيره. حط شويه كمان. حلو كده ماشي. انا مساعد الشيف النهارده. بابريكا. حط معلقه ليه؟ عايز هي بتبقى حمراء؟ كده عايز. وده توم باودر. صح كده. الصوت عالي ولا واطي؟ علي شويه يا ام. دي قلبش. تمام. دي ايه؟ توم باودر. توم باودر. الحبهان بقى حطي يا ربع ربع معلقه. مش كتير؟ دي حبهان مطحون كتير قوي يا سوسو. قلل. كده؟ كفايه. ماشي. دي جنزبيل بودره. قلت لك ماشي. حط. ماشي كده اتعس. فلفل اسود. فلفل اسود. اعمل معلقه كبيره ولا صغيره؟ لا شويه صغيرين عشان كده. تمام. بعدين ملح. هنحط هنا شويه قرفه. تمام. طماطم. ونحط ملح. هنحط نوت بهارات فراخ انا جبتها بس لسه ما عبتهاش. تحطها يعني انا كنت قايله لك ان هي خلصت من هنا. جايبه امبارح وانا كنت في المنصوره انا وحسام، خليته نزل دي. ده بهارات فراخ. تمام كده. بهارات الفراخ دي بتعمل طعم حلو قوي. والله. هنحط برضو دي دي جوزة الطيب مطحونه، ما كانش عندي. خليت حسام جاب لنا برضو. ماما كانت قوي وبتدي ريحه حلوه قوي للحمه والفراخ. هات كده المعلقه. ماما كانت بتقول، كانت قايله لما تنزل يا حسام المنصوره يبقى حد. ايوه تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ دي كده الريحه حتى الصلصه. هنحط معلقه صلصه كده اهو. تمام. وهنجيب شويه من الزيت. نحط شويه من الزيت وهنمسك بقى قلبي بقى الخلطه دي. مش عايزه تعملي؟ قلبي يلا. تبلي بقى الفراخ خالص كده يا سوس، خالص تبلي. دعاكي رايك يا سوف. تسلم ايدك. الفراخ سالي تبلتها بالتتبيله اللي احنا عاملينها اهي. بس رايك في الريحه والله تحفه. تسلم ايدك. تحفه. احنا اول مره نعمل الوصفه دي، اول مره بصراحه اعملها في القناه واول مره اعملها في حياتي. مدفون الفراخ ديت اول مره اعملها، وفي مدفون اللحمه كمان ان شاء الله. انا كنت النهارده اعمل لكم مدفون اللحمه، بس قلت لسه هطلع لحمه من الثلاجه وتفك والكلام ده، فقلت الفراخ اسهل.
فتعالوا بقى نعمل المرحله الثانيه. هي كل حاجه كده هعملها لكم، انا ما رضيتش اعمل روتين معاها ولا اي حاجه معاها، قلت اعملها لكم كده الاول لوحدها كده بالتفاصيل. تمام. تعالوا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. سالي بقى تقول لي انت قولي وانا هعمل. هي بتغششني يا جماعه. انت يا بنتي قلبي. يلا تعالي. يلا تعالى نحطها بقى على النار. حط بقى الماء على ظهرها. لازم تتحمر يا جماعه. هنحمر الفراخ بتاعتنا دي. خلي بالك. ايوه كده. بس سخنت على الاخر. لازم تكون سخنه. بصي وروحي كده. بصي وروحي كده كلها جنب بعضها. حطي الثانيه كمان الوش الثاني جنبها. يبقى دول الاربع دول جنب بعض. الحته طلع حلو قوي. عسل كل بنفس فيكي برضه. عيني على اللون وعلى الريح. ايه رايك في حماتك يا بنتي؟ شيفه والله. انا شيفه وانت شيفه. والله احنا الاثنين لا شيفات. انا لسه مش شيفه بصراحه. لسه بتعلم. بس ايه رايك في الروايح؟ جامده دي تحفه. طبعا ديت اللي وراكي حبايب قلبي طلعناها اهي، حمرناها من الجلدتين. ودي طبعا الصدور. قبل ما ناكل يعني عسل يا بنتي الصوص. اقلبها على طول جبره خاطري. لا والله العظيم يا شيخ من اول ما جيت وانت اكلت تحفه. مفيش حاجه ما عجبتنيش يا جماعه والله. الله يخليكي. شوفوا اصلا التتبيله عاملاها ازاي. تقولي ده فراخ مشويه صح؟ الاكله دي بقى اختراع على وش سالي النهارده. هي تحكم بقى كده كالعاده يعني يا جماعه. من ساعه تقول لي هتعملي الغدا امتى يا ماما؟ قلت لها ما طولي بالك بس انا بحب اقعد بقى يعني قلت لها طولي بالك لان هي تبقى اكله في حله واحده يعني. فمش هي بس عايزه شويه ترتيب معانا وكل حاجه بترتيباتها كده هتلاقيها معاكي زي الفل. احنا في الاول غسلنا الفراخ وغسلناها ونضفناها وخليناها زي الفل وعملنا لها التتبيله اللي سالي عملتها معاكم. تمام. وهنا بنحمرها. انتم مفكرين ان الزيت بتاع التتبيله الفراخ ده هيترمى؟ لا لا لا، ده احنا هنستعمله. تعالوا بقى نجهز الخضار بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه بقى. حط لايك للفيديو، كومنتاتكم الحلوه بقى العسل كده. شجعوا سوزو عشان عايزه اديها القناه يا ولاد. انا لسه قايله لك النهارده يا سالي. والله قايله لك بصي اتعلموا الطبيخ كده عشان اديك القناه واهرب. صح. قلت لها انا عايزه امشي، عايزه اروح في حته ما حدش يعرف عني اي حاجه صح. فقلت لها اتعودي بقى عشان اديك القناه يما وانا اخلع انا بقى. والله. يلا حبايب قلبي سالي هتحمر الفراخ وتعالوا بقى نجهز الخضار اللي احنا هنعمله. علشان برضو في طريقه تانية كمان هنشتغل عليها. يلا حبايبي. هنا معانا بقى حبايب قلبي معايا الجزر اهو. تمام اهو. مش هكتر على فكره. ومعايا هنا ايه؟ بتنجان. دي مقلوبه دي ولا؟ هي مش ما هو مش عارفه. انا شفت حد عاملها بس مش محمر الخضار خالص. يعني الخضار سايبه يستوي على الرز. مش متحمر يا حسين. ايوه. فانا قلت اجرب الطريقه دي. حتى انا لما وريتها لابوك قبل ما انا اعملها يقول لا ده مقلوبه. قلت له انا هعملها بنفس الطريقه اللي انا شفتها. وعلى فكره يا جماعه الخير احنا بنتعلم. هتقولي يا زاهيه انت واخده الوصفه من حد تاني؟ يا جماعه الخير اكيد يعني انا دولة فلسطينية أو أردنية أو مغربية أو تونسية أو مسعودية أو أي دولة من دول العالم لهم أكلاتهم ولهم وصفاتهم. فأكيد أنا مش هكون شاطرة فيها قوي أو أنا معرفهاش. فلازم علشان أعملها لازم أشوفها. الله البرنجان مسكر. لازم أشوفها ولازم أتعلمها. مش هطلع اقول لكم الوصفه ده انا اختراعي وانا جايباها من دماغي واقعد افتي واضحك والكلام ده على الناس. لا انا مش كده. قلت لكم انا شفت الوصفه دي. هناكل البرنجان الاول. شفت الوصفه دي وانا حبيت ان انا اعملها معاكم. هتلاحظوا حتى ان انا قلت ايه انا اول مره اعملها. ما بتقطعش يعني القرن الفلفل الكبيريه في الدنيا. هقطع كل الخضار ده وهنرجع برضو نشوف هنظبط الحله بتاعتنا ازاي.
هنا حبايب قلبي جهزت الخضار اهو، عملت هنا بطاطس وبصل وفلفل الوان وجزر، وعندنا ايه بتنجان وطماطم وفلفل حامي. انا هحط الحاجات دي كلها في حله ايه، في حله المونيا. ام الناموسه ده يعني موتني. فعندي حله المونيا، فعشان اجي اقلب الاكله ديت وما تلزقش معايا، فانا هنا معايا ايه ورقه زبده. تمام، انا قصيتها على قد كده. وتعالوا بقى اما نشوف هنعملها ازاي. مش عارفه بقى انا هعملها كده صح ولا كده غلط، بقى زي ما تيجي. تعمل طيارة؟ كده بنعملها ايه زمان؟ اهي بقى استنى يا حسين. عشان ايه يعني؟ عشان تيجي على قد الحله بالظبط يا سيدي. عايزه تتقص كمان شويه على فكره، قصها كمان شويه. هنا بقى ايه، هنكمل بقى الشغل بتاع الاكله بتاعتنا. طبعا دي ايه، زيت. الزيت اللي احنا كنا قاليين فيه الفراخ. حط كده يا سوسو اهي. ماشي، احسن سالي بتقول يا ماما حط قد ايه، فانا هحط لك انا الزيت. رصي بقى الباقي كده الخضار كده يا سالي. رص. هحط بقى البصل الاول. شطور. شاطره وشطوره وحلوه واموره. وزعي البصل يا سوسو. حاضر. انا حطيت ورقه زبده عشان ايه بقى، زي ما قلت لكم، عشان الاكل ما يلزقش، لان ده حله المونيا. بعد كده هحط الطماطم بقى. رص برضو الطماطم. بعد كده برضو الفلفل؟ لا نحط البطاطس. نحط الطماطم الصوص ده. بعد كده البطاطس بقى. متأكدة ان هي هتبقى تحفة ان شاء الله. هي تحس ان هي زي المقلوبه. بس انا كنت بقول لك يا اه مقلوبة. لا، بس هي المقلوبه بيبقى كل حاجه مقليه، دي مش مقليه. دي لا متعلقة. لا انا شفتها كده والله يا ابني. تانية عشان ما مقلوبة دي نسيبش. متعلقة. دي مظبوطه. دي مدفونه. اه انا حاسه برضو ان الحله هتبقى ايه، صغيره. صغيره من كده الصغير. ده اكبر حاجه. اه بتهيألي ده اكبر حله عندي. ما هي الحله اللي عندي ستانلس هتنفع، اللي كانت نعمه جايباها تنفع. خاف تبوظ لي الرز، تلزق فيها الرز. خلاص نشوف دي برضه. اه دي هتقضي والله. على فكره ممكن انا نعملها في هنحط بقى الخضار حلتين. يا ماما صح؟ نعملها في حلتين. مين اللي بنشكل مين اللي هيرص الفراخ. معايا هنا توم. تمام، وهنرش شويه برضو ايه زيت. الزيت اهو. على فكره دي اللي هيدينا لون برضو حلو للرز. تمام، معانا هنا برضو جزء ايه تتبيله. من التتبيله اهي. طب كان- ده حتى انا اهي انت شايف حطيناها بتدي لون وحلو، وهي فيها بهارات علشان كمان الخضار عندنا هنا ما تتبلش. هو هيعتمد بس كله على التتبيله دي بقى. التتبيله بتاعت الفراخ والتتبيله دي كلها. هنحط برضو شويه ايه ملح وفلفل اسود عشان برضو الخضار بتاعنا يبقى متملح. فكده احط الفراخ انا بقى. حطي يا معلمه الفلفل. يا رب يا رب تقضي. هتولع عليها الاول بعدها تحط الرز. اه يبقى هتعمل زي ما انا قلت لك، صح؟ هنعمل ايه بقى، تعالوا دلوقتي نروح فين، نروح على البوتاجاز. يبقى قلبي هنعمل ايه بقى، هنولع على الفراخ بتاعتنا وكمان الخضار. بس ما فيهوش ميه. ما هو لا، ما هو ساعة ما هنسيبه يشد شوية وبعد كده بتزود له نص كوباية شوربة أو كمان مية، كده كده هينزل كل حاجة. بس هو لازم زي ما انت شايف كده اهوت. هنغطيه بقى
لما يعني ايه نص سوا عشان نكمل بقيه السوا بتاعه مع الرز. حبايب قلبي هحط لها كوبايه ايه؟ ميه. كوبايه ميه. ها اهو. ايه رايكم بقى يا ولاد؟ الريحه تحفه. ايه رايك في الريحه يا سوسو؟ حاجه تحفه بصراحه. هين عليها كلها وهي نيه لسه. انا لسه قايله لماما كده والله العظيم. بس انا قلت احنا ناكلها كده بقى. مش عارف شكلها حلو كده، تحس انها هنزل استوت نشوي. ريحتها ما شاء الله. يلا نسيبها بقى ونرجع نعمل الرز. بقى يا حبايب قلبي شايفين الفراخ نزلت الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين، وانا حطيت لها كوبايه ميه زي انا عملتها معاكم في الفيديو. المهم انا حطيت كوبايه ميه، شايفين شكلها. انا طفيت عليها على ما ايه قد الرز بتاعتنا ده اهو غلوه كده على النار. عملت هنا ايه يا زاهيه؟ حطيت ميه وحطيت شويه من الزيت، حطيت لورا، حطيت حبهان، حطيت لومي، حطيت قرفه ومكعب مرق وملح. هديها غلوه بس، هسلق الرز سلقه بس بسيطه علشان انا مش هحط ميه للرز. طبعا انتوا عارفين الرز البسمتي بيبقى فيه رز بياخد ميه كتير، تمام؟ فانا هديله بس غلوه كده وهنصفيه اهو زي ما نكون بنسلق ايه المكرونه كده، تمام؟ اهو غلوه بس، وبعد كده هننزل نحطه في الحله على الاكل بتاعنا اهو. هنحط بقى ايه الرز. الحله خدت ايه؟ كنت خايفه الحله ما هي الحاجه اللي تخافي منها ما تلاقيش احسن منها. هنهدي بقى النار ونكمل السوا بتاعه. معانا هنا بقى ايه؟ معانا هنا بصل وحطيت شويه زيت هنحمصه. هتعملي في ايه؟ خليكم معايا. معانا البصله كده بدات تتشوح، هنحط عليها شويه ملح. انا بعمل لكم الوصفه زي ما شفتها بالظبط. هحط شويه قرفه على البصل. دي سوسو معايا هنا ايه؟ زبيب. انا بعشق الزبيب. طيب مش تنزل ايه؟ انا بحب. انتوا وسام ما بتحبوش يا ولا سيدي. يوز. انا بحب. طب بس جربيه كده، في اكلات بتبقى معاه كده. كفايه قرف. حاضر يا خدتهم، حاضر يا باشا. هات كده يا سوسو. هنحط بقى يا ولاد. طب مش تنصلص. لا هي معلقه صلصه واحده اهي. شوحي كده يا سوسو يلا. احسن المعلقه دي كبيره قوي. حلوه حلوه حلوه. الله على الريحه. ريحتها طالعه جميله. رايك يا حوس. زي العسل، تسلم ايديكم. عايش يا سهام. اتعلمت واحده واحده بس اهم حاجه تحفظيها. بحفظ مش نشوف ونعمل وخلاص. لا مش انا حفظت يا ماما البرجر. لا عسل. البرجر عملت عندنا البرجر. راحت طبقته عندهم يا عم. والله العظيم وكل كلهم كانوا يتقولوا مبسوط عليا. مبسوطين من امال ايه؟ يا ابني انا احنا مش قليلين يا عم. هنحط بقى لو عندك شوربه حطي، انا ما عنديش شوربه هنا. هحط نص كوبايه شويه ميه. قلبي كده يا سوسو، وهنسيب بقى البصله دي تستوى شويه. يلا بينا على مارينا. حط دلت. حط استنى. وزعها يا سيدي، وزعها. ايوه وزعها. شيف. وزعها. حاجه كده على القد. حط هناك بقى، انت حاطط كله هنا ايوه هنا خايفه كده تقع. لا مش واقعه. على الطرف. ايوه اجمد يا معلم. على ايه؟ عسل 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 عسل. هنسيب بقى حبايب قلب كله يستوى ايه. اقفل النار. يستوى كله بقى ايه مع بعض كده. وتعالوا نعمل ايه بقى مع الاكله العسل دي. نعمل شويه سلطه زبادي بالخيار تحفه. وحسام محمد لما جيت عاوز دقوس نعمل ولا ما نعملش؟ لا نعمل. اعملوا طبق صغير. هنعمله يوسف غلبان. كمان. يوسف كمان بيحب. يلا حبايبي بقى حبايب قلبي نعمل بقى ايه شويه سلطه زبادي على الهادي. الزبادي معايا هنا 3 علب زبادي اللي هم الصغيرين دول، او زي ما انت عايزه الكميه اللي انت عايزاها. تمام اهو. لازم انا اوقع، ما وقعتش ما بقاش زهقه. تمام كده. تمام حلو ماشي. نعمل ايه بقى تاني يا خدي يا سوسو؟ معايا هنا توم مفروم اهو.
معايا هنا ايه نعناع، معايا ملح وفلفل اسود اهو، معايا هنا ايه ليمونه، بس ليمونه واحده عشان البذر ما ينزلش في قلب الزبادي. شفت الاختراع ده يا سوسو اهو، عشان البذر ما ينزلش اهو. تمام كده تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك الزبادي هنمسك بقى ايه، خليت سالت تعمل الزبادي بقى، ونبشر احنا ايه، ونبشر احنا الخيار. اي انا بخاف من المبشره دي بيتعور تعور. ايدي. عورتني مرة خليتني كلها تعورت. انا حبايب قلبي بعد ما بشرت الخيار هصفي منه الميه ده اهي، عشان بس ما ينزلش في الزبادي ميه كتير على ما ايه، على ما نيجي نجهز الاكل. اصلا كده كده انا طفيت على الاكل استوى. ده عصير خيار بقى. والله فريش. انت تعرف ان الميه ديت حلوه فيها فايده. انا بحط خيار على بترطب. وشه. والله قلبي كده يا سوسو. ما رضيتش اقلب على طول عشان عارفه هي هتقول لا. انت عارف انت كمان. هنا بقى ايه نحط، نبدا بقى نجهز. ما عملتش غير السلطه بس. يلا واحده كانت كتير عن واحده ما يجراش فيها. تعالوا بقى يا ولاد نعمل ايه؟ سلطة الدقوس. سلطه الدقوس. نعمل لكم سلطه الدقوس بقى. معانا هنا ايه؟ طماطم. ان شاء الله. ان شاء الله مبارك. شجع يا اخويا شجع. ما بيشجعنيش خالص. لا يشجعك يا امال ايه. ان شاء الله. ايوه النصين بس يا سوسو، هي كده كده مش هتطلع. مزدرات هيطلع عينها. ايوه ايوه كده، والتانية زيها. بس يلا حط التانيين يلا. معانا هنا طماطم، ودي كزبره، ودي فلفل حامي على بارد، ومعانا توم، ومعانا فلفل احمر، ومعانا دي كانت ناقصانا المره اللي فاتت. ومعانا هنا ليمون، ومعانا هنا صلصه، معايا بابريكا، معايا ملح، معايا كزبره، معايا كمون، وشويه خل برضو، بس ايه لما نخلص ونحط التوم اهو. عشان كده مش هقعد ساكته. مش قاعد ساكته. انت متعود. حط بقى برضو الفلفل، حطي زي ما هو يا سوسو كده 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 يتكسر. وكده كده اصلا صغير. الله ينور الله ينور. مشروع شيف صغير. ايوه كده على القد. بنشجعك اهو، عشان ما تقولوش ما بتشجعونيش. لا والله احلى ناس تشجعني. يلا قطع دي نصين وحطها عادي. نصين؟ هي كده كده هتطفر، او 3. الله ينور. شجعني يا جوز ان شويه. شاء الله ان شاء الله. ولا ايه رايك يا حاج عبد؟ محدش مش عارف تشجعني النهارده ولا تقول عليا اي حاجه كده. والله انا زعلانه منك. زعلانه منك جامد. مش على خاطري مني. كل مره بيعمل لي احلى سلام هنا. اهلا سلامات. كده كفايه. كفايه. دي بابريكا يا ولاد، حطي كمون يا سوسو. مش كتير قوي عشان ما يمررش. ماشي تمام. كزبره كده ماشي حلو. كل ده عشان عيونك انت بس يعني. والله انا عارف. والله ما كناش هنعملها بس انت غلطان. كده يلا خلاص. افرميها بقى، الليمون بقى والخل بعد ما تفرمي. افرم يا معلم. مش كده يا بيه. مش كده يا حاجه كده اهو. بتاعتها زيها بس لسه ما شغلتهاش. عندي صوتك يا سوس. ماشي. تمام اهو. حطي كله في الطبق ده. ريحتها تحفه. دي ولا اللي انت كنت عاملاها انت وجوزك؟
كان جوزك اللي عامل جوزي اللي هيرد. اللي كنت عاملها رد انت. كانت حلوه بس كان اسهل بقدونس بقى مش مربوع والله والله. بس انا كنت حطيت زيت. هو بتحط لها زيت بيبقى على الوش كده بعد ما لا انا بتتحرك. حطوه بالضرب مش عارف والخل هو بالضرب. عادي ممكن تحط وعامل خل اصلا عادي. بتاع في حاله الضغط، وانا قلت له لا يا محمد. دي مالهاش علاقه احنا بنتكلم على الدقوق. لا انا بكلمك في اللي احنا كنا عاملينه. لا احنا بنتكلم في الدقوق. لا ما انت برضو كنت غلطان. لا بعدين بقى نحط ايه؟ عصير الليمونه. هينزل. البذر خشها بالمعلقه. لسه راح اقول اهو. عرفت يا ما بنتي؟ تعلمتيش ما الخطوة. خدتش الحركه مني. نسيت. ايوه كده. ايوه كده تشتري البذر توفر عليكي بقى ما تعذبكيش في في اللي انا ان نكتشف انت تشتريها. اه انا هحط الخل. اوكي. حط الخيار. ما تحطش كتير. لا هي ما خلاها بيبقى حلو. إيه؟ خلاص. بس عشان البذر. لازم يجي فيه بذره كده تعذبك وانت بتشتغل. اهي. على فكره فين البتاع اللي بتشيل بتاعت الليمون. ايوه بس اسرع بقى على السريع على السريع على السريع. لازم تكون كميه بقى. ما شاء الله تسلم ايدك يا سوسو. سوسو وزوز اسرع اقول والله. عايزه شويه ملح. عيلة بالله دلع. امال ايه احنا العيله بنتدلع. حصل. عايزه شويه خل كمان. كده بقى يا حبايب قلبي السلطه كده جهزت وكمان الزبادي بالخيار جهز. يلا بقى ايه نجهز الاكل بتاعنا. تعالوا بقى جينا للحظه الحاسمه. نشيل اللي على الوش الاول نشتم بقى جزء من الزبيب ده اهو كده اهو. عشان عندنا اصلا الشيخ بيحبه والشيخ ما انا بيحبوش. بحبه وانا انا بحبه. بحبه اصلا عسل. وانا شم اصلا الريحه. حلوه. الله ريحه الكفته. لا عشان عشان فيها بصل. ايوه دي بس هنشتغلها كده اهو. نحط للي عاوز يحط ايه قدامه. المشكله بقى في ايه دلوقتي؟ في قلب الحل. في قلب الحل. يعني اللي حط الصريخ الاول كده هات قول بقى خش معايا. هتعملها ازاي؟ سمي الاول. ايوه شيلها شيلها ازاي وهو يوم يلا حط ايدك انت. هات الفوطه. خلي بالك. بسم الله. يجمد بس. قدام. بس اصبروا بقى اصبروا. لا هي سخنه بس مش مشكله. ايوه زي البليان. بنشوف النتيجه. اصبروا بقى. واصلا بيعملوا كده عشان تطلع. تنزل- ما انا حاطه تنزل. لها ورقه وانا حاطه لها ورقه زبده تحت مش هتلزق. وعشان تنزل ايه؟ استنى لا هنجيب السكين. ايوه بسم الله. الله يا يا بابا بابا. وحشين عليه يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجينا نزور يا بابا. ايه رايكم يا ولاد؟ اهي شوفوا بقى ورقه الزبده في دمك ما خلتلهاش لزق حسن اهي. ايه رايكم بقى؟ ان شاء الله. تورته ما تنساهاش. ليه؟ ايوه هتهز احنا خلاص عملناها كده. لا لازم تتهز عشان الفراخ استنى يا محمود. تطلع بره كده. استنى يا يلا. محمود استنى. اهي انت وقعتها كده يا محمد. لازم عشان الفراخ تطلع. خلينا ناخد صورة يا عم. ناخد صورة. تعالوا بقى ايه شوفوا ايوه ده اللي الحلاوة. انا بقول عليه بقى. شوفوا الجمال. نقوم جايبين ده بقى ايه كده. انت قلت اسمها ايه مدفونه؟ مدفونة الفراخ. مدفونة الفراخ. عايزين ان شاء الله بقى نجيب عارفه البرميل بتاع الدفن. بتاع اللي هو المندي ولا اللي هو ده اللي هو البرميل أيوة. وبتحط دفن في الارضيه دي. وان شاء الله هنسرق خروف. وليه نسرقوا يا ابني؟ حد يجيبه يا جماعه احنا مش مشكله هنقبل. ونقوم نطحنه وهم معرضينهم مش علقينه طبعا كده. بقى ايه والله في البرميل ده وننزله نحط تحت الرز والشغل كان ده. اسمه ايه والله اسمه المندي والحاجات اللي هي بتتحط. ايوه المندل والدفن والحاجات دي.
ايه رايكم بقى في الاكله بتاعت النهارده؟ انا لا، ما اول شاء مره الله. اعملها، بس انا حاسه ان هي قريبه من المقلوبه. ما هي اصلا زيها زي المقلوب. قريبه، لا بس هي المقلوبه المقلوبه زي المدفونه زي المخنوق. المهم كلهم منتحرين. كلهم مات. كلهم منتحرين. كلهم تعالوا مات. بقى شوفوا الفراخ. تعالوا ما شاء الله. هي فعلا مقفونه. شايفين الفراخ يا ولاد؟ عسل عسل يا زوزو عسل. شايفين شكل الفراخ؟ الصدر يبقى ناشف. لا والله عسل. ما شاء الله. ده كان الفيديو النهارده. قولوا له ايه رايكم. انا اول مره اعمل الاكله دي، طبعا انا مش عارفه هي فلسطينيه اردنيه اللي من بلده يقول لي عليها ويقول لي طريقتها صح ولا لا. هي طبعا القمه العربيه. احنا كلنا واحد. نشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، كومنتاتكم الحلوه اللي زي العسل، والسلام عليكم.